السلام عليكم. الفيديو اليوم غنتكلموا فيه على مشاركة فريق الفتح الرباطي في الدور التمهيدي الثاني مباراة الذهاب ضد فريق اتحاد العاصمة. المقابلة اللي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق. فهذه المقابلة هذه الشوط الأول للنسيان صراحة، كان غيابات يعني بعض العناصر في صفوف الفريق. كان الحيطة والحذر من الفريقين بجوج. كان تكتل في وسط الميدان اللي ما مشاش في صالح فريق الفتح الرباطي. لاعبين كان ناقصهم شي حاجه، حتى من حارس المرمى قام بواحد الاخطاء في بعض الفترات في عند استلام الكره. اللاعبين كان عندهم واحد شويه ديال التسرع. ما كانتش يعني ديك الطراوه البدنيه، ما كانش هذاك المستوى المعهود على فريق الفتح الرباطي اللي كنشاهدوا وكنعرفوا عليه في البطوله الوطنيه. فالشوط الثاني كان تغييرات، كان تغيير النهج. ممكن انكماش الفريق الخصم حتى هو باش يحافظ على النتيجه، ممكن على انه يكون ساعد شويه، ولكن الشوط الثاني كان ضغط الفريق الفتح الرباطي اللي صراحه بكره اللي مقتوله بهذا المعنى، كره ميته. اللاعب تاق في راسو، تاق في هذيك الكره. والتحيه الاكبر اللاعب القادم من الخلف مسجل الهدف، اللي صراحه هذا مثال اللاعبين على انه ما كيخصو يوقف حتى تخرج الكره خارج خط الميدان او عند ايقاف المقابله من طرف الحكم. فهنيئا الفريق الفتح الرباطي بهذا التعادل اللي صراحه كان صعيب. تاحوا لهم فرص صراحه اللي كانوا يقدروا يسجلوا فيهم، خاصه في الشوط الثاني يقدروا يخطفوا يعني الفوز، ولكن ان شاء الله ما قدر فعل. نتيجه ايجابيه باش تمشي لمقابله الاياب بتعادل ومسجل هدف، ماشي بحال انها تمشي منهزم. مقابله غادا تكون صعيبه، اصعب من هذه المقابله هذه. نتمنوا الحظ والتوفيق لفريق الفتح الرباطي. عندنا كامل الثقه في العناصر الرباطيه، عندنا كامل الثقه في الاطار الوطني جمال السلامي، وعندهم من الامكانيات باش يقدروا يتجاوزوا هذا الدور هذا ويحصلوا على بطاقه التاهل من الجزائر ان شاء الله. فالى فيديو قادم، السلام عليكم.